شايف ان انت ما وصلتش لاي حاجه في حياتك؟ شايف ان انت ما حققتش اي حلم من احلامك؟ شايف ان بكره مش احسن؟ شايف ان مفيش امل؟ شايف ان مفيش فايده؟ احمد ربنا ان انت نظرك كويس وان انت ما شاء الله قدرت تشوف كل ده لوحدك. ده المنهج اللي انا عايزك تتبعه في حياتك، ان انت طول الوقت تحاول تشوف الايجابي، ان انت تجتهد انك تطلع ما بين كل السواد بيضه، نقطه بيضه اقصد، مش بيضه بمعنى كده كده، دي هتطلع لك لوحدها كتير في حياتك. تطلع لك على هيئه ازمات، على هيئه اختبارات، على هيئه اشخاص. اه زي ما في شيطان بيتجسد في قطه او كلب، في انسان بيتجسد في بيضه. بس لو اقنعت نفسك ان انت اقوى من المخدرات ومن البيضه، هتقدر تتغلب ساعتها على البيضه. انت مش اقل من اللي سلقها واللي حمرها واللي قشرها واللي كلها، هم انت زيك زي دول. انت اللي بتقنع نفسك ان انت ما تقدرش. والمخدرات عمرها ما كانت حل، انت دايما اقوى من الادمان. الناس اللي بتضحك على نفسها وتقول اصل انا هشرب بقى عشان انسى، هشرب بقى عشان اقعد بقى افصل وافضل اضحك على الفاضيه والمليانه والنشيطه والكسلانه، واي كلمتين عكس بعض هيضحكوني. انا ما... ده اي كلام. مخدرات مش حل. ما تقعدش تتلكك وتحجج وتقول اصل انا ما عنديش فلوس، اصل ما عنديش وقت، اصل ما عنديش طاقه، اصل ما عنديش صحه، اصل ما عنديش واسطه، اصل بص انا عديت لك كام اصل. كل دي اصول انت بتمتلكها. كل الفلوس اللي مش معاك دي بتاعتك. كل الطاقه المهدره اللي الناس فشخوها لك دي بتاعتك. كل الوسايط اللي في الدنيا بتاعتك. الوسايط اللي مش موجوده، لان انت لو ليك واسطه ما كانش زمانك بتتفرج عليها دلوقتي. استمتع باملاكك وما تبقاش سلبي، وده من جانب واحد. الحاجات دي كلها اللي انا عديتها لك من جانب واحد. لو بصينا من جانب تاني، يا اللي مكتئب وبتقول انا ما عنديش، لا انت عندك ما شاء الله كتير. انت عندك صلع وراثي، انت عندك انيميا، انت عندك ارق، انت عندك كتير قوي. لكن انت طول الوقت باصص على اللي ما عندكش عشان تحبط نفسك. لا، ما تقعدش تحبط نفسك، ما تقعدش تقلل من قيمة نفسك، ما تقعدش تقول اصل انا مش هعرف، مش هقدر، مش هنجح. لا، استفيد بالوقت اللي انت بتضيعه في السلبية ده وخش نام. لان انت كده كده قررت ان انت مش هتنجح ومش هتعرف. فالراجل ما بيرجعش في قراره. فانت كده هتبقى فاشل ومش راجل لو رجعت في كلامك، فخش نام. حط في دماغك ان محدش بينجح من اول مره، محدش بينجح من تاني مره، تالتة مش تابتة، محدش بينجح من تالت مره، محدش بينجح من رابع مره. هتحاول وخمسة وستة وسبعة وثمان محاولات وتسع محاولات و120 محاولة و360 محاولة و480 محاولة، لحد ما هتيجي في لحظة من كتر التعب ده هتلاقي ربنا افتكرك. بس هتبقى حاولت. ما تضيعش وقتك واستفيد وفكك من الافكار السلبيه والحاجات اللي انت بتسمع لها والبيدجات الكئيبه اللي انت عامل لها فولو. اخرج من كل ده. سابتك او سبتها، سبتوا بعض ايا كان، هتقعد بقى تتفرج على صورها طول الليل وتعيط وتفتكر ذكرياتك، وامسح الصور دي كلها وحط قدامك هدف. وحشتك عادي، خش على الريسنت ديليتد هتلاقي الصور اللي انت لسه مساحه اتفرج عليها. بس اوعى ترجعها تاني. محدش يجبرك على حاجه، ومحدش يحسسك ان انت ضعيف. انت اللي تصحى كل يوم الصبح وتقف قدام المرايه وتقول انا ضعيف. بس ما تسمعهاش من حد. يا جماعه انتوا بتحبطوا نفسكم، انتوا بتكتسبوا افكار سلبيه هي اللي بتساعدكم على الكسل وعلى الرخاء وعلى على كل اللي انتوا فيه ده. ده مش صح. ده مش صح. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب تعملوا بيه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت توصلوه لكل الناس عشان كل الناس تقدر تستفيد. وحطوا في دماغكم حكمه كتبتها في ساعه فراغ، بتقول بكره احلى بحذف اللام، بكره تحلى ده اي كلام. جزاني وجزاكم الله كل خير.